اهلا بيكم متابعيني وحبايبي الحلوين. هنعمل النهارده اسهل طريقه لعمل الرز باللبن الكريمي زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. شايفين الجمال والحلاوه؟ حاجه كده في منتهى الجمال وفي منتهى التوفير. اولادك بيحبوا الرز باللبن وعايزه تعملوا لهم كده زي اللي انت بتشتروا لهم من بره بالطريقه الكريمي الجميله ديت. تعالي بينا نشوف الوصفه ونشوف المقادير. بس طبعا ما تنسيش تصلي على الحبيب المصطفى وتذكري الله. ولو انت مش مشتركة في القناة تشتركي معانا في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي احنا بننزلها. ويلا بينا نشوف معانا ايه. زي ما انتم شايفين كده معايا كيلو من الحليب. هنحط عليه نص كوباية من الرز بس ما نكترش عن كده عشان الرز باللبن يطلع معانا كريمي كده زي اللي احنا بنجيبه من بره. كيلو الحليب بتحط له نص كوباية رز بس مش اكتر من كده. غسلنا كده نص كوبايه الرز كويس كده زي ما انتم شايفين وحطيناها في الحله. هنحط عليها 3 اكواب من الميه وهنسويها الاول بالميه وبعد كده نحط عليها الحليب. ليه بقى؟ لان احنا عايزين الرز كده يستوي معانا ويبقى ناعم خالص علشان ما يستهلكش مننا لبن كتير ويبقى معانا كمان كريمي زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بينا بقى نشوف معانا ايه تاني. معايا نص كوبايه من السكر، معلقتين كبار من القشطه، معلقتين كبار من النشا، وديت معلقتين كبار من الكريم جانتيه كانوا عندي في التلاجة كده فهضيفهم. تقدري ان انت تحطيهم معلقتين كريم جانتيه بودر او ما تحطيش خالص عادي. يعني انا مش دائما بحطهم، هم عشان عندي كده فهحطهم. بس بصراحة هي بتدي دسامة للرز بلبن شوية. ومعانا كيلو من الحليب وفانيليا بس مش عايزين اكتر من كده. اول حاجة هنعملها هي ان احنا هنحط المية على الرز ونسيبها تستوي على نار براحتها خالص هادية لحد ما الرز يستوي تماما. هتقوليلي اللبن ده كتير على المية دي كتير على الرز؟ لا خالص، احنا عايزين الرز يكون مستوي وحجمه كده يتضاعف. وهتشوفي دلوقتي حجمه هيبقى قد ايه. احنا عايزين الرز حجمه يستوي يتضاعف زي ما انت شايفة كده. حطينا 3 كوبايات من المية وحطيناهم كده على النار لحد ما الرز بقى معانا كريمي كده وجميل. اللهم بارك. شايفين الرز كده استوى معانا. هننزل بقى عليه بكيلو الحليب ما يعادل تقريبا 5 اكواب من اللبن. ننزل بيهم كده على الرز ونديلهم تقليبه كويسه. وفي الوقت ده نهدي النار تكون نار متوسطه، لا هي عاليه قوي ولا واطيه قوي. هننزل كمان بنص كوبايه من السكر. هتقولي لي نص كوبايه سكر كتير؟ هقولك ده بقى حسب راحتك انتي، حسب ما انتي بتحبي الحاجه. عايزه سكر اكتر من كده تقدري تحطي كوبايه، عايزه اقل من كده تقدري تقللي. التسكير ده بيرجع لذوقك انتي وحسب ما انتوا بتحبوا في البيت. كمان هنزل بمعلقتين الكريم الجانتيه وهم اول ما اللبن يسخن هيدوبوا على طول. وهننزل بمعلقتين القشطه. معلقتين القشطه دول بيودوا الطعم في مكان تاني. ثانيا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. تعملي نوع لبن حلو يكون دسم كده وبلاش المعلب علشان مش هيديكي نفس الطعم بتاع الرز باللبن الدسم كده الحلو. لا احنا عايزين حاجه دسمه وحلوه وعايزين حاجه مفيده للاولاد، فاستعملي اللبن الفلاحي بلاش اللبن المبستر. زي ما انتوا شايفين كده جبت بقى معلقتين النشا، حطيت عليهم معلقتين من المية ودوبتهم كده مع بعض كويس ونزلت عليهم على الرز. طبعا هي مش هتحتاج مننا نشا كتير لان طبعا كلنا عارفين ان الرز بيبقى فيه نسبة نشا، فهي الرز بلبن ما بيحتاجش نشا كتير عشان ما ينشفش كده وتلاقيه مجلد منك. تمام. حطينا بقى الفانيليا السايله، وطبعا لو انت عايزه تحطي فانيليا بودر تقدري تحطي، بس انا عامه بحب الفانيليا السايله عشان طعمها بيبقى مركز كده او ريحتها بتبقى مركزه وبصراحه بتدي طعم حلو. فانا بصراحه ما بمنعش الفانيليا السايله دي من عندي خالص. زي ما انتوا شايفين كده بعد 10 دقايق الرز باللبن بقى جاهز معانا كده. اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين ده لاننا سوينا الرز ما نضيف اللبن كويس فما بياخدش وقت معانا على النار خالص. شايفين بقى القوام اللهم بارك كريمي كده وحاجه كده في منتهى الجمال والطعم تحفه. بجد الطريقه ديت جربيها وهتعجبك قوي وهتعتمديها باذن الله. نبدا بقى نجيب الاطباق معانا ونبدا بقى كده نغرف الرز باللبن. هتغرفيه بقى بالشكل اللي انت حباه، عايزه اكبر من كده براحتك، عايزه اقل من كده براحتك خالص، حسب بقى احتياجك وحسب اكلة اطفالك كده. شايفين اللهم بارك حاجة كده في منتهى الجمال، لا نشف مننا ولا جلد ولا اي حاجة. كمان لما بيخش التلاجة ما بينشفش خالص، ده لاننا سايبين فيه نسبة كريمة، ما كترناش فيه النشا ولا كترنا فيه الرز. هو ده اللي بينشف الرز باللبن، كتر النشا وكتر الرز. بدأنا ان احنا نغرفه كده بقى. عايزه تقطعي قطع مانجا بقى كده وتحط على الوش. عايزه بقى تعملي الاختراعات اللي طالعه اليومين دول تقدري ان انت تعمليها وتاكلي ولادك احلى اكل
واحلى حلويات في البيت. بلاش نشتري من بره لان الارقام بصراحه عادت بره قياسيه، وما عادش الحاجه حلوه اصلا على فكره. ما بيعملوش الحاجه زي ما احنا بنعملها في البيت، وهما بيحطوا نص الكميه لبن ونص الكميه ميه، فالحاجه اساسا مش بتبقى طعمه ولا بتبقى مغذيه. فاعملي لاولادك الحاجه في البيت ياكلوه كده قبل ما يروحوا المدرسه الصبح، تبقى حاجه مشبعه، او ياكلوه كده قبل ما يناموا بالليل يهدى عندهم المعده كده ويناموا بحاجه خفيفه. طبعا الشتاء جاي، والشتاء طبعا كلنا عارفين ان هو بيحب الرز بلبن بقى، والبليله والحاجات السخنه والحاجات الجميله دي كلها. فجربيه بالطريقه ديت وهيعجبك قوي. ما شاء الله اللهم بارك، الكيلو عمل معانا 9 اطباق بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. فحاجه كده في منتهى الجمال وفي منتهى التوفير، والطعم بقى مش عايزه اقول لكم تحفه. بدأنا كده ان احنا نمسح الاطباق ونزينها كده علشان خاطر العين بتاكل الفم. يعني روقي على الحاجه كده وظبطيها، علشان لو انت هتقدمي الضيف ولا تقدمي الحاجه نبقى مقدمين لهم الحاجه كده بشكل حلو. مسحنا كده الاطباق كويس. طبعا هنسيبها تبرد تماما وندخلها التلاجة. طبعا تقدري ان انت تغطيها باسترتش عشان تعملك الوش المكرمش اللي احنا بنجيبه من بره، وكمان عشان لما تخش التلاجة ما تنشفش. فغطيها كده باسترتش او باكياس تلاجة، هتفضل معاكي كده طرية وكريمي لاخر طبق. حاجة كده اللهم بارك تحفة. هنا قبل ما اخلص تصوير كان اخدوا بقى واكلوا منه وعجبهم قوي. شايفين بقى؟ تعالوا بقى اوريكم الجمال والحلاوة. حاجة كده في منتهى الجمال. شايفين الرز باللبن وجماله؟ احلى واجمل واطعم واوفر من اللي احنا بنجيبه من بره بكتير. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. استنوني في فيديوهات جديده. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.